بدأت حمى اقتناء أضحية العيد تتصاعد خاصة مع غلاء الأسعار، لكن أن يصل سعر الخروف إلى 90 مليون سنتيم فهذا ما لا يتقبله العقل، كما هو حال الخروف بوسيالة الذي يستعمل في مصارعة الكباش. أمين مسعودي أعد التالي. 90 مليون سنتيم هو مبلغ يمكن لأي شخص أن يشتري به سيارة، لكن لشراء خروف فهذا لن يصدقه البعض، لكنها الحقيقة. بوسيالة هو اسم خروف يستعمل في مصارعة الكباش، شارك في عدة دورات وفاز بها، آخرها كانت بتونس. انت باريكزومبل عندك الكيلوزان وانا عندي بوسيالة، انا وياك بروغرامينا كومبو. كاين ناس في الخفاء الله انت ما تعرفهم وانا ما نعرف، يقول له بوسيالة يربح والاخر يقول له كيلوزان يربح. راك معايا؟ هذه الناس في الخفاء اللي تقمر، بصح مول الكبش هي قضيتها كاع نشوى قسرة. راك معايا؟ لا فالور تاع الكبش تطلع، هذا ما كان. باغ اكزومبل تشري هذا ب 10 ملايين سوفاج، كي تبريباري توجدو لا فالور كي يربح كومبا الاولى تبدا السومه تاعو طلع. دوكا هذا راه نورمالمون في كالما وقيلا لا ما خفتش نكذب نلحق 90 مليون. هذاك راه مساومين فيه 50 35 وربعه هذا مازال ما دخلش للتيرا، في ال 25 بصح هذا ماشي للبيع باسكو هذا مربيين خروف. اربعه هذا مازال ما دخلش الكومبا. ظاهرة مصارعة الكباش موضة انتشرت مؤخرا في الجزائر، خاصة بين أوساط الشباب، ويحظى فيها الخرفان بمعاملة خاصة تشبه أبطال الملاكمة العالميين، كما هو الشأن لبوسيالة بطل الجزائر في مصارعة الكباش. هم يقولوا بلي بوسيالة مريض راح يذبحوه. أنا نوجه رسالة مول العيد إن شاء الله، اللي حاب يدير كومبا هو واجد ويخير تيرا اللي حاب كما يقولوا تيرانات. انا هذه الرساله اللي نوجدها لاصحاب الكباش تاع الكومبات، وخاصه اللي ما يحبوش الكبش بوسيالة. ظاهرة مصارعة الخرفان التي عرفت رواجا كبيرا تعدت حدود الجزائر لاقت ردود أفعال بين مؤيد ومعارض، خاصة مع غلاء أسعار أضحية العيد التي قد يحرم منها الكثيرون. شهدت